تفتكر حرب البرجر كانت على الطعم؟ غلط. الحرب الحقيقية كانت على عقلك انت. مين يسيطر على دماغك، ماكدونالدز ولا برجر كينج؟ من أول الخمسينات ماكدونالدز قالت إحنا مش مطعم، إحنا مصنع للسرعة. فكرة بسيطة لكن قاتلة، توسع في كل شارع وكل مدينة وكل بلد. النتيجة، القوسين الذهبيين بقوا أيقونة عالمية. لكن برجر كينج شافت ثغرة. ليه نخلي الناس تاكل نفس البرجر؟ خلي العميل يختار بطريقته. ومن هنا طلع شعارهم الشهير Have it your way، يعني انت البطل مش احنا. وهنا بدأت الحرب الحقيقية، مين يكسب قلب العميل قبل معدته. سنة 2014 برجر كينج لعبت حركة عبقرية. عملوا دعوة علنية لماكدونالدز يتعاونوا مع بعض في برجر اسمه ماك ووبر ليوم السلام العالمي. ماكدونالدز ردوا رد بارد جدا، قالوا خلينا نعمل حاجة أكبر. الجمهور شاف برجر كينج أذكى وخطفوا العناوين في الإعلام. وبرجر كينج كملوا حركاتهم المجنونة. في إعلان شهير خلوا أجهزة جوجل هوم ترد لوحدها: أوكي جوجل، What is the Whopper Burger؟ فجأة البيوت كلها اتكلمت عن البرجر. ضجة كبيرة ورسالة أوضح: إحنا المشاغبين اللي ماشيين عكس التيار. أما ماكدونالدز فركزوا على الثبات، انتشار عالمي، أسعار ثابتة، صورة آمنة. مش أغرب إعلان، لكن أكتر براند راسخ في دماغك. الدرس هنا، المنافسة مش دايما في المنتج، المنافسة في المكانة الذهنية. ماكدونالدز البراند العالمي الآمن، برجر كينج المتمرد الذكي اللي دايما بيخترع حركة تخطف العناوين. دلوقتي تخيل لو انت مدير تسويق في برجر كينج، ايه الحركة المجنونة اللي ممكن تعملها وتخلي العالم كله يتكلم عنك؟ اكتب فكرتك في الكومنتات، يمكن نعرضها في الحلقات الجاية. وتابعنا في سلسلة صراعات البراندات.